النهارده هنتفرج مع بعض على أكبر حديقة مركزية حول العالم كله، النهر الأخضر. النهر الأخضر بطول 35 ألف متر، ده بيقطع العاصمة الإدارية الجديدة كلها. هو حديقة خضراء بيسمى النهر الأخضر لأن هو شريان الحياة للعاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة حجم جبار من المشروعات، أكبر من دولة سنغافورة وأكبر من القاهرة مرتين، فحجم ضخم جدا من المشروعات. كل واحد من حقه إن هو يتنفس هواء نقي. فالنهر الأخضر وظيفته إن هو غير شكل جمالي وغير ان هو مزار سياحي للعالم كله، وغير ان هو في حي المال والاعمال او السي بي دي او السنترال بزنس ديستريكت والمناظر التحفه اللي انتم شايفينها دي، هو بيدينا هواء نقي وبينظف الهواء. وبالفعل في بحيرات وفي اشجار، وبيقع في النهر الاخضر نفسه مسجد الفتاح العليم، تاني اكبر مسجد في الشرق الاوسط، مسجد الشهداء 1 و2 و3. ده غير ان هو في السي بي دي اللي هي فيها اعلى ناطحه سحاب في افريقيا، البرج الايقوني بارتفاع 386 متر، في بحيرات وفي متحف، كمان في كومباوندز. يعني هتلاقوا طلعت مصطفى واخد كومباوند اسمه سيليا طلعت مصطفى موجود في العاصمه الاداريه الجديده. فطبعا حضراتكم لو عايزين تستثمروا، نصيحتي ليكم دايما نستثمر في حاجه قريبه من نهر الاخضر، فيو نهر اخضر، شقه قريبه من نهر الاخضر، مكتب اداري شايف النهر الاخضر، محل تجاري على بن زايد الشمالي او الجنوبي اللي هو على النهر الاخضر مباشره. طبعا بن زايد الجنوبي والشمالي اعرض محاور موجوده في مصر. خلي بالكم نهر الاخضر كلف مليارات، فطبعا يعني كم جبار. انا فخور ببلدي وانا بتكلم النهارده على النهر الاخضر، اكبر حديقه مركزيه في العالم. فنصيحتي ليكم اي حد عايز يستثمر يبقى قريب من النهر الاخضر. طبعا كم الملاعب اللي انتم شايفينه حضراتكم او الملاهي اللي هتكون موجوده، او المرحله الاولى اللي هي خلصت من النهر الاخضر. وخلي بالكم المرحله الاولى اللي خلصانه انتم شايفينها من النهر الاخضر هي جزء صغير قوي 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 من النهر الاخضر، وبالفعل المرحله الثانيه والمرحله الثالثه على وشك الانتهاء. النهارده احنا في 2023، النهارده احنا بننافس دبي، بننافس واشنطن، بننافس مدن كبرى وعواصم ضخمه جدا. انا فخور ببلدي وفخور بالعاصمه الاداريه الجديده اللي هي اقوى مدينه لوجستيه من وجهه نظري هتبقى في الشرق الاوسط كله، لان فعلا هي بتوصل ما بين اهم موانئ موجوده في افريقيا كلها، سواء ميناء الجليله او ميناء العلمين او قناه السويس الجديده والقديمه، هي توسعه لقناه السويس. وخلي بال حضراتكم يمكن مشروع قناه السويس ما نجحش افضل نجاح لان مفيش مدينه قويه تخدم عليه، مفيش مكان ينزلوا فيه كسياحه وينزلوا ويترفهوا ويتفسحوا. ولكن النهارده الشركات العالميه بتتهافت انها تنزل عندنا. تنزل فين؟ في البرج الايقوني. تنزل فين؟ تنزل في الابراج حول النهر الاخضر، تنزل تفتح الهيد اوفيسز بتاعتها عندنا في العاصمه الاداريه الجديده. عاصمه حجم جبار فعلا من المشروعات، حاجه فخر لينا. انا فخور جدا وانا بتكلم، وحق اي مصري لما يشوف الفيديو ده ان هو يفتخر ببلده. ونصيحه مني اللي هيشتري متر في العاصمه فعلا بكره هيكون كسبان. اللي يقدر يشتري النهارده حتى لو متر، لو شقه صغيره، لو استوديو، لو مكتب اداري 20 متر، نصيحه مني ما تضيعش منك الفرصه. النهارده بمليون جنيه قسط على 10 سنين تقدر تمتلك وحده في العاصمه. طبعا بكره مش هتلاقي الاسعار دي تاني خالص، فانت لو قادر تاخد الخطوه دي النهارده، فنصيحتي ليكم اي حد عايز يستثمر يبقى قريب من النهر الاخضر، حابب ان احنا نساعده ان هو يشتري شقه او فيلا او حتى مكتب اداري او محل تجاري او وحده طبيه فيو نهر اخضر او قريبه من النهر الاخضر، لان سعرها بيعلى كل ما قربت من النهر الاخضر، يتواصل معانا على الرقم الموجود قدامكم على الشاشه، واحنا هنساعده بخدمه مجانيه بنسبه 100% ان هو يوصل لاعلى قيمه مقابل سعر وانسب اختيار ليه. وانا بنفسي هساعده وهشرف على ده، انا وكل الاستشاريين المساعدين ليا من مجموعه شركات اي ار جي. كان معاكم استشاري عقاري مهندس احمد رضوان، رئيس تنفيذي لمجموعه شركات اي ار جي.